لولي برا البيت. كان في قطة اسمها لولي، قطوطة حلوة جدا وروحها جميلة، بتحب تلعب في بيتها مع اخواتها وبيقضوا سوا اوقات لذيذة. لولي كانت بتحب مامتها جدا، وكمان بتحب تتكلم معاها دايما، ولو ماما طلبت منها حاجة تعملها عمرها ما بتضايقها ابدا. لولي ساكنة في حديقة جميلة مع ماما واخواتها الحلوين، ومش مصاحبة القطط التانيين. وكمان لو خرجت مع ماما في مكان برا بتكون متضايقة وزعلانة، ومعظم الوقت ما بتبقاش عاوزة تخرج، وفي البيت بس بتكون فرحانة. وفي يوم ماما أخدت لولي وخرجوا يجيبوا أكل عشانهم، وقابلوا قطاقيط كتير، ولكن لولي ما كانتش مبسوطة معاهم. ولما روحوا البيت ماما سألت لولي ليه ما كنتيش هناك مبسوطة؟ ردت على ماما وقالت مش عارفة، ولكن أنا مع القطط التانية بكون مخضوضة، مش بحب أقعد مع قطط معرفهاش، وببقى مبسوطة بس جوه البيت. ياريت نقعد على طول هنا ونبقى فرحانين في البيت طول حياتنا. ماما ابتسمت وحضنت لولي وقالت لها بس الدنيا برا البيت الكبير فيها مغامرات وأصحاب جديدة وحاجات تانية ممكن نعملها كتيرة. لو قعدنا في البيت مش هنتعلم كل حاجة، وهنبقى دايما لوحدنا، ومش هنعرف نشوف أماكن جديدة ولا نقعد مع أي حد بيحبنا. لولي قالت لماما بس أنا مش بحب أشوف حد تاني وممكن يضايقوني. ماما قالت لها لو حد ضايقك لازم تدافع عن نفسك، وكمان تقوليلي الحياة كبيرة جدا برا البيت وفيها حاجات كتيرة جدا تبسطنا، ما ينفعش نقعد في مكان واحد لأن كل حاجة تانية كده هتفوتنا. عاوزاكي تتبسطي دايما وتبقي عارفة ان مفيش حاجة تقدر تأذيكي، ولو حاجة حصلت او حد ضايقك ما تخافيش، انا جنبك وهحميكي. لولي وماما اتفقوا انها تجرب تخرج تاني معاها وتبقى مش خايفة، وتحكي لماما على كل حاجة جديدة بتعملها او اي حاجة حلوة تشوفها.